الصفحة الثقافية نقترحها شعرا يافعا بلسان أمازيغي بين دوامة الجفاف وأمل شاهد القبر. إرهاصات أدبية للشابة حنان قحمو. حنان تحن للأدب الأمازيغي وتركب موجه. بنت أكادير تصف التجربة بالممتعة والعصية في نفس الآن. ربورتاج عبد اللطيف بن طالب وعادل بوسكري. في ربيع 25 للشاعرة حنان قحمو ديوانان من الكلام الموزون باللغة الأمازيغية، بحور من القريد تشكل لها شواطئ من الإبداع اللامنتهي بحروف تيفناغ. كاينين مجموعة ديال الأفكار ومجموعة ديال الأمور فاش كنشوفوها كنشعروا بها باغيين نخرجوها بطريقة ما، والطريقة الأنسب بالنسبة لي هي الكتابة. وبالنسبة للكتابة أول شيء هي بالنسبة لي متنفس، وفي نفس الوقت هي حاجة، يعني ذاك الحاجة الإفراغ ما هو في الداخل. الكتابة هي أنسب طريقة بالنسبة لي أنني نوصلها. اختيارها اللسان الأمازيغي كان صعبا أمام بداية التجربة الأدبية في هذا المجال بالمغرب، بيد أن طموحها ودعم محيطها أهلها للمضي في تجربتها الأدبية الشعرية. استطاعت من خلال هذه اللغة، لا أريد أن أقول الميتة ولكن التي هي في طور الموت، استطاعت أن تحيي هذه اللغة، وبهذا الإحياء أن تحيي الشعر وتكتب شعرا راقيا. غير زوند ميت غير غار ميت غير زون دايلال ورفر الرين أي لا ماجوس أوري لنفوس نقد نغلوس الزوز نشوف غطضن جويني جنوان. أمل شاهد القبر ودوامة الجفاف ديوانان بصم لحضور حنان الشعري وتألق لاسم شاب في دنيا الإبداع الأمازيغي.